السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح نحضر معاكم طاجين سكالوب مجمر في الفرن، وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية بمكونات متوفرة في كل منزل. خليكم مع المقادير وكيفية التحضير ومشاهدة ممتعة للجميع. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس. نبدأ على بركة الله بكيفية التحضير. عندي سكالوب قطعته قطع صغيرة، قادرين تستعملوا صدر الدجاج. نضيفوا عليه ملعقة موتارد، اللي ما عندوش يقدر يضيف ملعقتين خل. نضيفوا ملح، وبالنسبة للتوابل عندي رشة فلفل أسود وملعقة صغيرة راس الحانوت. السر من استعمال الموتارد يخلينا سكالوب طري. نخلط جميع المكونات باه سكالوب يدي بندة التوابل يتشرب مليح وزيد يطرى. نخليوه يرتاح على الأقل نصف ساعة. كيما قادرين نديروه الصباح ونطيبوه العشية. بعد ما خليت سكالوب ارتاح، في مقلاة نحطو ملعقة زيت ونقليو فيها حبة بصل تكون متوسطة الحجم، قطعتها قطع صغيرة. هنا بعد ما تقلى البصل نضيفو كمية سكالوب ونخليوه يطيب. حبيباتي هاد الخليط ما نزيدولوش الملح لانه قبل ملحناه كي درنالو الموتارد. نخلط المكونات ونغطي المقلاة. قادرين تزيدوا اضافات اخرى زيتون او طماطم مكعب، نتوما وش متوفر عندكم. بعد ما طاب السكالوب نضيف ملعقة كبيرة جبن، كمية من الزيتون مقطع شرائح، ونضيف ايضا الكريمة السائلة لا كريم فريش. اللي عنده اللهم بارك، واللي ما عندوش قادر يستغني عليها ويعوضها بعلبتين ياغورت طبيعي، لكن ما نخليوهش يغلي بزاف مش كيما لا كريم فريش. خليو الخليط يغلي لمدة 5 دقائق باه يتقال. هنا بعد ما فاتت 5 دقائق نطفي عليها وهكا تكون وجدت. بالنسبة لعملية الطهي قادرين تستعملوا مول حجم كبير. أنا اليوم راح نستعمل أطباق فردية. عندي بطاطا قشرتها وقطعتها قطع صغيرة وقليتها، نحطها في المول هي الأولى، ومن بعد نضيف كمية من سكالوب نكمل المول تاعي بنفس الطريقة. في الأخير نضيف كمية من الجبن المبشور على الوجه وندخلهم للفرن اللي كنت شعلته مسبقا من الفوق فقط، لأنه كلش طايب يتحمر فقط وباه ما ينشفش لاصوص اللي فيه. وصفة نهار اليوم راهي واجدة معانا. طاجين سكالوب مجمر في الفرن، طبق رائع ما يجيناش ناشف كما راكم تشوفوا، وبنين بزاف بطريقة سهلة وما يديش وقت، سهل التحضير. ما عليكم غير تجربوه وتخليونا آراءكم في التعليقات. دمتم أوفياء للقناة وفي رعاية الله وحفظه. مع السلامة.